يا حلاوه، جايبين خبير اجنبي مش عارف يشرح الكوره ولا عارف قوانين التحكيم. اتفرج كده معاه الفيديو ده. قبل ما افرجك على الفيديو ده تعالى اوريك الكوارث والفضايح اللي احنا فيها. من شويه الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره نزل فيديو بيشرح فيه كره النادي الاهلي، وبقول لك ان الكوره مش ضربه جزاء، ان الحكم كان متمركز صح، علشان كده شافوا الكوره وما حسبهاش ضربه جزاء. سبحان الله يا جدع، مع ان لو اتفرجت معاه على الفيديو ده نفس الحكم حسب ضربة جزاء اصعب من كرة النادي الاهلي. اتفرج كده معايا على الفيديو، ومع ان الكرة قريبة من ايد اللاعب يعني ممكن ما تتحسبش بسبب قرب الكرة وان اللاعب ما قدرش يحرك ايده، بس دي اتحسبت وبتاعت النادي الاهلي ما اتحسبتش. اتفرج كده معايا على الفيديو. راح يلقى للفار محمود وفا حكم اللقاء باحتساب ركله جزاء. اذا كان القرار سليم حسب ركله جزاء لفاركو تحتسب الان. جايبين خبير اجنبي لا يفقه شيء في اي شيء، ما يعرفش اي حاجه قسما بالله يا جدعان، جاي ياخدوا فلوس وخلاص. واتحاد الكوره ما شاء الله هو اللي بعين الحكام مش لجنه التحكيم. لجنه التحكيم والخبير التحكيمي جاي ياخد فلوس ويمشي ومش فارق معاه اي حاجه. عمال يشرح لك في الفيديو ان الكوره مش ضربه جزاء وجايب لك قانون غير الكوره نفسها. طب ما تتفرج على الكوره اللي محمود ابو الوفا حسبها ضربه جزاء، وبتاعت النادي الاهلي ما حسبهاش ضربه جزاء، بس النادي الاهلي بيوجعه، النادي الاهلي كابوسه، علشان كده مش عايز النادي الاهلي يكسب. اتحط في المباراه دي بالذات عشان يضيع المكسب على النادي الاهلي. المفروض بقى النادي الاهلي يطالب بتحكيم اجنبي لكل المباريات المتبقيه، عشان النادي الاهلي هيتظلم اكتر واكتر طول ما هنا بريده موجود في اتحاد الكوره. اسمعوا مني، لان اتحاد الكوره معكوك وخرابه، كله فساد وفضايح. بس كده، يلا سلام.